محلية الصنع ضبطت في قرية المهدية التي وصفها المتحدث العسكري بمعقل جماعة أنصار بيت المقدس. تم ضبط كميات كبيرة من القنابل اليدوية، بعضها مختوم بأختام كتائب القسام. هذا إلى جانب ضبط كمية من الملابس التي تستخدمها حركة المقاومة الإسلامية حماس، كما تم تدمير أكثر من 154 نفقا للتهريب في الحدود مع قطاع غزة. وعلى مدى عام أوقفت القوات المصرية بشكل شبه تام فعالية شبكة الأنفاق. 600 منزل وعشة تعاملت القوات معها، تم استخدامها كأكار للمتطرفين أو مخازن أسلحة أو نقاط انطلاق لتنفيذ عمليات عسكرية ضد الجيش. أرقام عن تقدم عسكري وصور حرص الجيش المصري على عرضها للمرة الأولى لإرسال رسائل طمأنة للمصريين مع اقتراب الاحتفالات بذكرى